مساء السعادة، يا رب تكونوا بخير. عملنا فراخ مشوية اقتصادية كده حلوة جدًا بدون ولا نقطة زيت. يالّا بينا نشوف طريقة التحضير والمقادير مع بعض. لو أول مرة بتشوفيني، أنا قناة وصفة وأكلة مع عزة، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك مني كل جديد. يالّا نسمي الله ونصلي على الرسول. أنا جبت دي معايا فرخة كيلو ونص كده، بتبقى حلوة جدًا في الشوي بتستوي معانا بسرعة. هنقطعها بقى ل8 قطع. الفرخة دي هاقطعها ل8 مش ل4. هتبقى معايا كده مشوية وجوسي كده من جوّه وحلوة جدًا. أنا جبتها الأول غسلتها كده من أي ريش فيها وأي حاجة فيها مش كويسة خالص. وبعدين هاقطعها ل8. هاعمل الصدر 4 وهاعمل الورك 4. كمّلي معايا كده الفيديو للآخر عشان تشوفي الفراخ دي عملناها إزاي. بجد فراخ وهم كده وريحتها كانت جايبة لآخر الشارع. هاقطّع بقى كل ناحية كده على 2. وفّري ودبّري عشان كده إيه، تملي بيتِك خير وبركة كمان. هاقطّع بقى دي على 2، وأقطّع برضه الناحية التانية على 2. وأنا ماسكة برضه الجناح ده غاسلاه كويس جدًا وشايلة منه بقى الحتة اللي بتزفّره دي كده وغاسلاه كويس جدًا، وهاغسلها معاكم تاني دلوقتي بقى. هنعمل لها كده محلول نقع كده هيخلّيها لِك معاكِ فُلّة. وبعدين هنقسم كمان كده الورك بتاعنا. هنقسم كده الدبوسة لوحدها كده والمفصل لوحده، وهنعمل الناحية التانية برضه بنفس الطريقة. اللهم بارك، كانت حلوة جدًا معايا وما شاء الله يعني عملت كمية محترمة. هنجيب بقى كده محلول النقع بتاعنا اللي إحنا هننقع فيه الفراخ اللي هتطلّع لنا فيها أي زفارة، أي حاجة فيها مش حلوة. ده حوالي لتر من المَيّة، هانزل عليه بمعلقتين من الملح الكبار، ومعلقتين من الخل، وهانزل عليه بعصرة ليمونة كبيرة، وهاحط القشر كمان مش هارميه. وبعدين هانزل عليها كده بالفرخة اللي معانا، وهاسيبها حوالي ساعة. يعني لو مستعجلة عليها يبقى نُص ساعة، لكن إحنا مش مستعجلين. هاسيبها حوالي بقى الخل كده هيدخل كده في الصدر وهيخلّيه طري كده وjuicy، ويبقى مستوي معانا، وهيبقى اللحم بتاعه طري جدًا من جوّه. هاسيبها لمدة ساعة، عقبال الساعة دي ما تعدّي نعمل إيه بقى مع بعض. هنعمل التتبيلة اللي هنسوي بيها الفراخ. لو وصلتِ بقى معانا لحد هنا، يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك مني كل جديد. أنا جبت دول بصلتين وغسلتهم كويس جدًا وقطعتهم كده. وبعدين هانزل عليهم بطماطمتين. وبعدين هننزل عليها بفصين من التوم. خلاص كده نزلت بالبصل والطماطم. هانزل عليها بقى بفصين من التوم، وانزل عليها بقرن فلفل حلو كده، وكل التوابل اللي عندك بقى حطيها. حطي فلفل بقى وبابريكا، وحطي ورق لوري، وحطي بهاراتك وكل حاجة عندك حطيها، و7 بهارات. خلي الفراخ بتاعتك كده ريحتها كده تجيب لآخر الشارع. ونزلت عليها كمان بربع كوباية من المية عشان يشغل معايا الخلاط. شايفين ما استخدمتش ولا مادة دهنية. ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمها حكاية في الآخر. لا حطيت بقى لا سمنة ولا زيت ولا أي حاجة. هاضرب بقى المكونات دي كلها، واحط طبعًا معلقة كبيرة من الملح كده، اوعي تنسي الملح، ده إلا الملح. وبعدين بقى هاضربهم كده مع بعض كلّك في قلب الخلاط، طبعًا وإحنا ناقعين الفراخ عشان كده ما يبقاش فيها أي زفارة، وتبقى حاجتنا نضيفة كده وفي بيتنا. ننزل عليها كمان بقى بمعلقتين من الخل كده عشان يطري لِك الفراخ كده ويخلي ريحتها إيه. نضربها بقى كده مع بعض في الخلاط كويس. عايزة تعمليها في الكبة ما فيش مشاكل، الاتنين ينفعوا خالص ما فيش أي مشاكل. أنا ضربتها في الخلاط عشان اللي ما عندهوش كبة. بتلف معاكِ بكل سهولة عشان إحنا حاطين ربع كوباية المَيّة دي في الخلاط. يالّا يا ستي الكل ما تستخسريش فيّا بقى اللايك كده وشجعيني بكلمتين حلوين عشان نكبر بيكم بإذن الله. شايفين الخليط بتاعنا ده كان ريحته جايبة الشقة من أولها تحفة كده. وجبت الفراخ وصفيتها كده حلو وغسلتها تاني وشطفتها من الملح والخل طبعًا والليمون. وننزل بقى بالتتبيلة بتاعتنا دي، ومش هاقول لِك بقى على الريحة. سيبي نفسِك بقى للريحة كده، وبُصّي واملي بيتِك خير وبركة كده، والريحة مش عايزة أقول لِك عليها، ولا تشتري فراخ مشوية من برّه تاني. تبّلي بقى الكبدة والقُنصة، وتبّلي كل فرختِك كده في بعضها. هادخّلها بقى التلاجة كده لمدة ساعة. أنا باعمل بإيديّا لإن دي حاجة في بيتي وأنا غاسلة إيديّا كويس جدًا. حاجة في بيتي كده ومضمونة باعملها لولادي. هاسيبها بقى في التلاجة بقى لمدة ساعة. عايزة تسيبيها برّه بقى وتغطّيها، الجو أصلًا ساقعة يعني مش هيعمل أي حاجة. هنسيبها بقى لمدة ساعة كده التتبيلة تدخل في بعضها، وبعدين ندخّلها الفرن مع بعض على درجة حرارة 200 لمدة لا تقل يعني عن ساعة إلا ربع. وبعدين نقدّمها مع بعض بقى بألف هنا وشفا.
تقدّميها جنب مكرونة، جنب رز بسمتي، جنب عيش وطحينة، هي حلوة في كل الحالات. وبقت في الآخر ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الصوص عامل إزاي؟ اشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم يا رب على خير، وربنا يحسن ما بين إيديكم.